نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا لحم بعجين. هنا عندي اللحم والخضار، اسوي لحم بعجين باللحم والخضار وبالجبن والكرفس. هنا عندي الكاتشب والمعجون والملح والكمون والفلفل الحار والبهارات. نعجن ونرجع لكم. نبلش نعجن العجين مال اللحم بعجين. نخلي كوب من المي، كوب واحد، على مود شوي نخمر الخمرة. نجهز الخمرة. هنا عندنا خاشوقتين مال اكل وخاشوقتين سكر وخاشوقتين حليب. هنا نخلي خاشوقة مال شاي صغيرة من الملح بهالطريقة. هنا اضيف الطحين بهالشكل. ابلش اعجن بايدي. الطحين منخول اضيفه بهالشكل تدريجيا واعجن بيه. واذا محتاجه طحين اخلي بعد. وهنا نضيف الزيت بهالشكل على العجين ونكمل باقي العجن. انا كملت 3 خواشيق مال زيت نضيفهم للعجين حتى نكمل العجين بعد. وفي عجين يختمر بهالشكل. وعلى فكرة العجين صار كأنه عامل هيك يجنن. ساعة اختمر العجين بهالشكل. وهسه نقطع العجين قطع صغار بهالشكل ونجهزها. يبقى ربع ساعة وبعدين نرجع نفرشهن ونضيفهن للحم. نبلش هسه نفرش العجينة. أول ما نبخ طحين بهالشكل ونبلش نفرش العجينة. العجينة ما نخففها كلش فدنو بهالشكل. بعدين نخليها بالصينية حتى نضيف لها اللحم. بهالشكل نمد العجين. انا اترس الصينية بعدين ادهنهن وبعدين اضيف لها اللحم بهالشكل. شوية ذني حتى ما تلزق بيده على مود شوية يرتاحن بالصينية. نبلش هسه. كملت الصينية فتح العجينة ادهنها بالكاتشب بالشكل. ادهن العجين كله وبعدين اضيف له اللحم. ونبلش هنا نفرش اللحم اللي جهزته قبل شوية بهالشكل على العجين. نفرش بهالشكل. تقريبا انا سويت العجينة الدالوشة مالتها كلش صغيرة بهالشكل لان مال عائلة. انا احب اضيف للحم بعجين قطع مال طماطة مقطعة وفلفل بهالشكل. نزينها بهالشكل راح شكلها كلش حلو. وزيتون ما عندي، لو عندي زيتون هم ضفت لها. بحب اضيف لها فلفل وطماطة بهالشكل.
بهالشكل كملت الصينية مالت اللحم ورجعت على الصينية الثانية الاخ. هاي الكمية مال جبن حنسويها بهالشكل، جبن وكرفس، وهسه داخلها الفرن وين تستوي شوفوها. عملت لحمة بعجين، هنا عندنا باللحم وهنا بالجبن والخضروات والكرفس، وهنا سويت عرايس 2، وهنا عندي كاتشب وثومية وصاص، وعندي اللحم الزاد سويته بهالشكل بالسيليفون شويته. وسهمنا وسهمكم العافية. لا تنسون اللايك والاشتراك، والما مشترك بالقناة خليه يشترك بيها، والما متابعني خليه يتابعني. بنات شباب لا تنسون اللايك والاشتراك وتعليق حلو مثلكم.